السلام عليكم اخوان. اليوم راح اعلمكم طريقة كلش سهلة وكلش سريعة لتركيب الروت على اجهزة الاندرويد. بداية لازم يكون عندك برنامج الفراما روت اللي هو هذا. منصب تليفونك تدخل على الفراما روت تطلع لك واجهة البرنامج. تدوس على هذه الخيارات. تطلع لك 3 خيارات، تختار اول خيار اللي هو هذا انستل سوبر يوزر. من راح تختاره؟ راح تختار بعدين ورا اخر خيار اللي هو هذا الاراجون. من تختاره راح تطلع لك فد مسج يقول لك سكسس انه تمت عملية تركيب الروت بنجاح. باعتبار جهازي مروت حاليا فما راح اقدر ما راح اقدر ادوس على اخر خيار. بس هذا الحكي لأول مرة انت باعتبارك تسوي روت لموبايلك. طبعا من تختار اراجون وتدوس اوكي بعدين على المسج اللي راح تطلع لك تطفي جهازك وتشغله. راح يكون الروت مثبت بموبايلك. راح تطلع لك هذه الايقونة الجديدة اللي تثبت انه اكو روت بموبايلك اللي هي سوبر يوزر. طبعا الروت الكل يعرف شنو المساوئ مالته والكل يعرف شنو المحاسن مالته. ف اني كنصيحة انصحك انه انت من تسوي روت كمل شغلك بيه وبعدين احذف الروت شيله، لانه تليفون يتعب ويعني يوقف هواية، يصير يثقل، يرست مرات. فللشغلات الضرورية انه سوي روت. طبعا راح اعلمكم شنو نروت. تدخلون على نفس البرنامج اللي هو فريما روت. دوسون على هذه القائمة، تختارون اخر خيار اللي هو الان روت هذا. من تختار الروت ترجع تدوس على اراجون اللي انت اصلا دست عليها مسبقا. راح تطلع لك مسج مكتوب بها ان روتد، يعني تمت ازالة الروت من الموبايل. وراها راح تطفي جهازك وتشغله، راح يكون جهازك يرجع طبيعي ومحذوف الروت من عنده. وان شاء الله انتظروني على الفيديو الجاي، راح اعلمكم شلون تفعلون الماركت الامريكي بطريقتين: طريقة برنامج، وطريقة الثانية طريقة مدى الحياة عن طريق الحساب مالتك بالجيميل. وشكرا للمتابعة.